محمد علي اسم مش عادي في تاريخ مصر. ده اسم غير شكل المنطقة كلها. النهاردة هنغوص في قصة الراجل ده، الحاكم اللي طموحه ما كانش له سقف، وازاي قدر ياخد ولاية عثمانية على قد حالها ويحولها لقوة إقليمية العالم كله بيحسب لها ألف حساب. بس السؤال المحير هنا، إزاي؟ إزاي راجل بدأ حياته جندي بسيط لا بيعرف يقرأ ولا يكتب قدر يبني كل الصرح ده؟ ده اللغز اللي هنحاول نفكه سوا النهاردة. عشان نفهم هو عمل إيه، لازم الأول نفهم هو كان بيفكر في إيه. محمد علي ما كانش بيفكر في بكرة، كان بيفكر 100 سنة لقدام. كان عنده رؤية، حلم كبير قوي، مصر مستقلة ومصر قوية ليها كلمتها وسط الكبار في العالم. بس أي حلم كبير محتاج أساس جامد يستحمله، ومحمد علي كان فاهم ده كويس قوي. عشان كده عرف إن البداية لازم تكون من جوه، لازم يهدم ويبني مصر من أول وجديد عشان تبقى دولة حديثة تقدر تشيل طموحاته دي كلها. بس خلونا نكون واضحين، الإصلاحات اللي عملها دي ما كانتش مجرد رفاهية أو تقليد أعمى لأوروبا، لا، الموضوع كان عملي جدا. هو كان بيبني آلة ضخمة ومحتاج التروس اللي هتدورها، محتاج موظفين أكفاء يمشوا دواوين الحكومة، ومحتاج مهندسين وفنيين يبنوا له الجيش والأسطول اللي بيحلم بيهم. وعشان يبني العقول اللي هتبني الدولة، مشروعه قام على 4 عواميد. الأول، فتح مجالس على الطراز الحديث في كل المجالات: طب، هندسة، زراعة. التاني، بعت الشاطرين من الطلبة لأوروبا عشان يتعلموا ويرجعوا بالخلاصة. التالت، جاب الخبرة لحد عنده واستعان بأساتذة أجانب. والرابع، عشان المعرفة دي تنتشر، عمل المطبعة الأمرية واللي كانت منارة للعلم في وقتها. طيب، إزاي بقى يضمن إن كل ده ماشي تحت سيطرته الكاملة؟ هنا بتظهر عبقريته كإداري. ببساطة خلى كل الخيوط في إيده في القاهرة، قسم البلد لمديريات وعمل دواوين ومجالس زي مجلس المشورة. بس في النهاية كل قرار صغير أو كبير لازم يرجع له. الهدف كان واحد: سيطرة مركزية مطلقة، مفيش حاجة تفلت من تحت إيده. كل اللي فات ده من تعليم وإدارة واقتصاد كان مجرد تمهيد. كل ده كان بيجهز المسرح للحدث الرئيسي. دلوقتي نوصل لقلب مشروع محمد علي، جوهرة التاج، حلمه الأكبر: جيش مصري حديث، قوة عسكرية تخلي العالم كله يعمل لمصر حساب. الجملة دي ما كانتش مجرد شعار، دي كانت عقيدة محمد علي في الحكم. هو كان شايف إن كل حاجة بيعملها من أول أصغر مدرسة لحد أكبر مصنع لازم في النهاية تخدم هدف واحد: بناء الجيش. لأنه كان مؤمن إن الدولة اللي ما عندهاش جيش قوي يحميها ملهاش أي قيمة على خريطة العالم. طيب، الجيش ده هيجيب جنوده منين؟ في الأول محمد علي حاول يعتمد على السودانيين، بس التجربة ما نجحتش قوي. بعدها قرر ياخد الخطوة اللي غيرت كل حاجة، وقرر يجند المصريين. وهنا كانت المفاجأة الكبيرة: الجندي المصري أثبت كفاءة غير عادية في التدريب وفي تنفيذ الأوامر، والأهم من كل ده، في ميادين القتال بره مصر. بناء الجيش ده كان زي ما يكون بيركب آلة حربية عملاقة. بدأ بالعقل اللي هم الضباط، وعمل لهم مدارس عسكرية وجاب لهم أحسن الخبراء زي الكولونيل سيف. بعدين بنى الجسم اللي هم الجنود، وبعدين ركب الأضرع اللي هي الأسطول البحري ومصانع السلاح، وفي الآخر عمل الدرع وحصن حدود البلد. كانت ماكينة حربية متكاملة وجاهزة. ودلوقتي الآلة الحربية دي جاهزة تشتغل، ومحمد علي مش من النوع اللي يبني قوة زي دي ويركنها على جنب. لا طبعا، كان لازم القوة دي تطلع بره وتوري العالم هي تقدر تعمل ايه. ده كان وقت التوسع، وقت رسم خريطة جديدة للمنطقة كلها. حروبه نقدر نقسمها نوعين. النوع الأول، حروب كان بيخوضها كوالي للسلطان العثماني، زي حربه في الحجاز ضد الحركة الوهابية أو حربه في اليونان. والنوع التاني وده الأهم، حروب كان بيعملها لمصلحة مشروعه هو، زي ضم السودان، وطبعا حروب الشام اللي واجه فيها السلطان العثماني نفسه وجها لوجه. في حرب اليونان دي حصلت حاجة غريبة: الجيش المصري على الأرض كان بيحقق انتصارات كبيرة، لكن في البحر حصلت كارثة. في معركة واحدة، معركة نافارين سنة 1827، الأسطول المصري اتدمر بالكامل على إيد الأساطيل الأوروبية. هزيمة أي حد يشوفها يقول خلاص، دي نهاية طموحات محمد علي. لكن العجيب إن في عالم السياسة الهزيمة العسكرية مش دايما معناها هزيمة سياسية. محمد علي خسر أسطوله، بس خرج من الحرب دي كسبان. إزاي؟ خد جزيرة كريت كتعويض، والأهم من ده كله، مكانته الدولية عليت جدا وبقى لاعب أساسي على الساحة. وده يوصلنا لسؤال غريب جدا: إزاي هزيمة مدمرة زي دي ممكن تطلع منها أقوى من الأول؟ إزاي الخسارة تتحول لمكسب؟
الإجابة كلها في الدبلوماسية. القوى الأوروبية الكبرى بدل ما تروح تتفاوض مع السلطان العثماني في اسطنبول، لقت نفسها مضطرة تقعد تتفاوض مع محمد علي مباشرة عشان تخلص الحرب. ده في حد ذاته كان اعتراف بيه كقوة حقيقية، ند للسلطان مش مجرد والي عنده. اللحظة دي هي اللي زرعت في دماغه فكرة الاستقلال الكامل. طبعا لما طموح محمد علي وصل لدرجة إنه يهزم جيش السلطان نفسه ويوصل لقلب الأناضول، أجراس الخطر دقت في كل عواصم أوروبا. القوى الكبرى صحيت فجأة على وحش جديد بيتولد في الشرق ومحدش كان عامل حسابه. في الوقت ده كان في مبدأ مقدس بيحكم السياسة الأوروبية كلها، اسمه توازن القوى. فكرته ببساطة إن مفيش دولة واحدة ينفع تبقى قوية زيادة عن اللزوم وتهدد مصالح واستقرار باقي الدول. لازم الكفة تفضل موزونة. ومن وجهة نظرهم محمد علي كان هو اللي هيبوظ التوازن ده، ما بقاش مجرد والي متمرد، ده بقى مشروع إمبراطورية ممكن تبلع الدولة العثمانية بحالها. وده كان معناه إن مصالحهم كلها في المنطقة في خطر داهم، كان لازم يوقفوه. وهو ده اللي حصل. الدول الأوروبية اتحدت ضده وفرضت عليه معاهدة لندن سنة 1840. الشروط كانت بمثابة ضربة قاضية: رجع الشام والحجاز للسلطان، حكمك هيقتصر على مصر بس وهيكون وراثي في عيلتك، والأهم ترجع تعلن ولائك للسلطان تاني. وببساطة حلم الإمبراطورية اتحطم. طيب، بعد ما الحلم الكبير ده انهار وبعد ما طموحاته اتحجمت، ايه اللي اتبقى من كل المشروع الضخم ده؟ هل كل حاجة راحت؟ سنة 1841، السنة دي هي اللي اتكتبت فيها السطور الأخيرة في قصة طموح محمد علي، واتحط فيها الشكل النهائي لإرثه، بس مش بإيده هو، بإيد السلطان العثماني. السلطان أصدر فرمانين حسموا الموقف. الأولاني حكم مصر يفضل في أسرة محمد علي بالوراثة، والتاني حكم السودان يفضل تحت إدارته. يعني لو هنلخصها، هو خسر حلم الإمبراطورية اللي هتغير خريطة العالم، بس في المقابل كسب لأسرته عرش مصر والسودان لعقود طويلة جاية. كانت نهاية الحلم وبداية السلالة. ولحد النهاردة لسه السؤال ده مطروح. هل محمد علي كان باني نهضة وصاحب رؤية مستقبلية، ولا كان مجرد ديكتاتور طموح استخدم كل الوسائل الممكنة عشان يبني مجد شخصي؟ يمكن الإجابة الصح إنه كان الاتنين مع بعض، وده بالظبط سر عظمته وسر الجدل اللي مش بينتهي حوالين شخصيته.